لو الزوج قال كلمة جارحة في حق الزوجة، مش لازم تردي وقتها. وبالنسبة للزوج برضه ممكن موضوع المناقشة يتأجل بعدين بس بهدوء. ازاي تتعاملي وتتعلمي التغافل. فرقي بين الغلطة الصغيرة والكبيرة. الموضوع ده للطرفين، للزوج أو الزوجة. نفرق بين الغلطات الكبيرة والصغيرة. بدل الانتقاد، الصمت هو بيكون أكبر وسيلة بينكم. وبعد كده هزار خفيف، وبعدين بنفكر تفكير في موقف حلو عشان نوصل إن احنا نتكلم في الموضوع اللي احنا عاوزين نتكلم فيه عشان نجيب فايدة في الكلام.